تعالي بقى كده يا ست الكل نتفق على عادات صباحية، أو بمعنى أصح كده روتين صباحي ناجح نمشي عليه على خطوات ثابتة عشان تحسي كده إن على طول الحمد لله بيتك نظيف وريحته حلوة، وانتي كمان مستريحة نفسيا وحاسة كده إن اليوم الحمد لله بادئاه كده بطاقة إيجابية وراحة نفسية. حطيلي لايك للفيديو ويلا الأول أرحب بيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي اللي وحشتوني جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى أنا جيت لكم بروتين صباحي عسل ورايق كده وقمر زيكم إن شاء الله. كده هنتفق مع بعض على خطوات ثابتة تفضل بيها الشقة بتاعتنا نظيفة وجميلة وريحتها حلوة. نصلي على النبي الأول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أول حاجة تبدأي بيها يومك هو الصلاة طبعا، ودي حاجة خلينا متفقين عليها، صلاة الصبح. وطبعا صلاة الضحى ما ننساهاش أبدا، ليها فضل عظيم جامد جدا جدا في راحتنا البدنية، وطبعا هي زكاة عن كل المفاصل جسمنا وسلمات جسمنا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا. صلاة الضحى مهمة جدا جدا، احرصي عليها دايما وتفرجي على النشاط اللي هيبقى فيكي طول اليوم. طبعا يبقى ليكي ورد كده من القرآن، فطبعا الجزء او الجانب العبادي ده مهم جدا جدا في روتينك اليومي، وبشكل خاص طبعا في روتينك الصباحي، لانه فعلا بيخليكي الحمد لله نشيطة وفيكي الحمد لله طاقة انك تقدري تكملي اليوم بكل نشاط كده وانتي مرتاحة. تاني حاجة بقى هنعملها ان احنا هنرتب السراير بالشكل اللي انتوا شفتوني بعمله كده. ترتبي بقى المخدات بتاعتك، لو عندك كنب برضو بترتبيه، وبتبدأي بقى انك انت تشوفي اول فقرة طبعا من فقرات يومك الغسيل. هتحطي الغسيل عندك في الغسالة، وهيكون في غسيل طبعا انت اول ما بتصحي من النوم بتشغلي عليه، فاول ما بيطلع كده اول ما الغسالة بتخلص انت على طول بتبدأي انك انت تنشري. طيب الوقت اللي هو الغسالة بتكون شغالة فيه ده ممكن تستغليه بقى تقرأي فيه قرآن، ممكن تستغليه انك انت مثلا بتعدي على بقية الشقة بتروقيها، بتظبطي زي ما قلت لك المخدات الشلت الكلام ده كله. ممكن لو تمام خلاص انت مظبطه الكلام ده في روتينك المسائي، لو انت اصلا في روتينك المسائي مثلا كنسه الارضيات ومظبطه المخدات والكلام ده كله، فخلاص هيبقى عندك تنظيف الحمام اللي هو طبعا على السريع كده ساعه الصبحيه، بجانب الحاجات اللي انا هقولك عليها دلوقتي تاني. يبقى احنا كده خلصنا فقرة الأول حاجة الجانب العبادي العبادة، اللي هو انك انت هتقرأي قرآن طبعا، هتصلي صلاتك، و يا ريت طبعا لو تحرصي على قراءة سورة البقرة، دي طبعا يعني ليها فضل كبير جدا وفعلا بركة في اليوم وفي الحياة وفي كل حاجة. كمان هنفتح بقى الشبابيك كده، هندخل الشمس كده للأوض، وهنخلي كده نور ربنا يدخل ويجدد كده هواء الشقة، ويجدد كمان طاقتنا وطاقة البيت كله. فدي حاجة مهمة جدا جدا في روتينك الصباحي، انك تفتحي الشبابيك كده، حتى لو هتقفلي السلك مثلا عشان مفيش ناموس او اي حشرات تدخل، بس فعلا ضرورية جدا تهوية الحجرات وتهوية الشقة عامة كلها، مهمة جدا عشان برضو ريحة البيت تفضل نظيفة. مهما استخدمتي من معطرات او استخدمتي من حاجات اللي هي بتبقى ليها ريحة حلوة، لو انتي مش من النوع اللي بتهوي الشقة هتلاقي برضو ان الشقة ما زالت ريحتها فيها كمكمة او ريحة مش مرغوب فيها. ففعلا انك انتي تهوي الشقة، يا ريت لو كل يوم تدخلي كده وتجددي طاقة البيت. قلنا طبعا الحمام ده اساسي طبعا في روتينك الصباحي، انك انت تمسكيه بقى كده تعملي الحوض وتعملي الحنفيات بتاعتك تلمعيها، وتمشي طبعا على برضو بفرشة التويلت برضو على القعدة، ودي حاجات كلها اتفقنا عليها. وتمسحي الأرضية معاكي بالمرة كده مسحة برضو حلوة كده بشوية ديتول أو بأي منظف عندك يعمل كده ريحة نظافة في الحمام، وتبقى ريحة الحمام كده جميلة، وفعلا فعلا بتفرق كتير جدا جدا في روتينك الصباحي.
خلونا حبايبي نتفق ان النظافة مش محتاجة صرف ولا محتاجة ترهقي نفسك في المصاريف والمنظفات القوية والكلام ده كله، لا خالص. انا اكتر منظفين بجد بحبهم جدا ودايما بشتغل بيهم في روتيناتي معاكم الكلور والصابون المواعين السائل، فعلا تحفة وحلوين قوي خاصة للحمام والمطبخ. نيجي بقى لفقرة مهمة جدا في روتينك الصباحي وهو تنظيم الدولاب. طبعا احنا هتقسميه بشكل يومي، كل يوم كده تاخدي لك رف. يعني لما تكوني عايزة تعملي تنظيف عميق للدولاب بشكل يعني موسمي، طبعا في دخلة الشتاء دخلة الصيف، فبتبدأي انك انت ترتبي دواليبك وبتقسمي كل يوم رف كده بحيث يبقى الموضوع سهل عليكي ميبقاش مرهق. انتوا عارفين طبعا الواحدة لما بتقعد تطبق كمية كبيرة من الهدوم يعني ظهرنا بيوجعنا وبنتعب جدا جدا في القعدة دي، وفعلا بتبقى مرهقة علينا جدا. فلا، انتي قسمي لنفسك رف كده كل مرة، وفي روتينك الصباحي فعلا مش هتحسي بيه. نفس الكلام للفوط والملايات برضو، انا برضو نفس الكلام لما بحس ان الرف بتاعهم محتاج انه يترتب بعمله برضو في روتيني الصباحي. نخش على الفقرة اللي بعد كده في الروتين الصباحي، وطبعا دي فقرة أساسية، الفطار طبعا بنهتم فيه ان احنا يبقى العناصر كلها متكاملة. يعني تكون الفطار يكون فيه مثلا عنصر بروتين زي الفول او البيض، او عنصر نشويات زي البطاطس، عنصر مثلا خضروات برضو عشان لو عندك اطفال لازم برضو تدخلهم خضروات وتقدمها لهم بشكل كده يشجعهم على ان هم ياكلوا منها. وجبة الفطار انا بحس ان هي من الوجبات اللي فعلا مهمة قوي قوي لست البيت، لان فعلا بتزودنا نشاط وبتديكي طاقة انك انت تقدري بقى تقفي تعملي الغدا، تشوفي بقى شغل بيتك. لو عندك اطفال برضو بتعمل لهم نوع شوية من ان هم يتلهوا عنك. الطفل لما بيكون جعان بيبقى زنان وبيبقى رخم، يعني بيقعد بقى ريفك وما بتعرفيش تعملي فيه اي حاجة منه خالص في الشقة. ففي مثل كده اهالينا زمان كانوا بيقولوها على الاطفال: ان جاعوا زنوا وان شبعوا غنوا. معرفش هو بس هو مثل فعلا ده حقيقة. الطفل فعلا لما بيكون جعان ومش عارف يعبر عن عملية الجوع دي، خاصة الأطفال اللي هم الصغيرين خالص، بيبقى فعلا الموضوع مقرف جدا ومزعج جدا للأم. فدايما خليكي كده على استعداد انك انتي تبقي خلاص ضمنتي وجبة الفطار ليكي ولأولادك، وتكملي بقى شغل بيتك تبقي مكملة كده في سلام وبراحة نفسية. كده خلاص احنا خلصت، عملت معاكم بقى في الروتين الصباحي كل اجزاء الشقة اللي احنا لازم ان انت تعدي عليها، واتفقنا هنعمل ايه، وتهوية الشقة مهمة جدا، واتفقنا على تنظيف الحمام بشكل يومي، واتفقنا كمان على ترتيب بقى الحجرات والسراير والكلام ده كله. هنخش بقى اخر محطة هتدخليها في روتينك الصباحي اللي هو المطبخ، ودي بقى من المحطات اللي يعني بتدخليها وبتعيشي فيها بقية اليوم. دي طبعا أذكار الصباح والمساء بفكركم بيها. يعني يفضل طبعا انت كست بيت تعلقيها عندك كده فوق الرخامة، فوق حوض المواعين، في المكان اللي دايما عينك بتيجي عليه. وهنا بقى انا بحب انور شريط الليد بتاعي كده عشان ادخل المطبخ كده بقى واستعد لوجبة الغدا، ان احضر بقى الغدا وانا حاسه ان الحمد لله مواعيني بقى رايقه، وبوتاجازي الحمد لله كده نظيف، والدنيا من حواليا كده رايقه بقى استعدادا للوجبة الجديدة. ان شاء الله الفيديو الجاي بامر الله او فيديو من الفيديوهات القادمه هشارك معاكم ان شاء الله روتين مسائي. يا رب يكون الفيديو عجبكم.